محافظة قريبة؟ اسماعيلية. الكلام ده بينطبق عليهم. الحالة دي هتيجي تقول طيب امتى مسموح لي ازوق اروح اسماعيلية واجي؟ انا بقول لكم الحاجات اللي هتحصل. فانا هقول لك مسموح بس تزوق امتى؟ اولا بكره مش مسموح. ولا بعد والاربع ما ينفعش عشان عايزاكم كلكم تكونوا بايتين عشان تكونوا من الحفله وتكونوا فايقين ورايقين كده وايه يعني اللي عايز يزوق بس خلي بالك اللي عايز يزوق الطريقه الزوجه هتكون بتقاش الله هيبعد التدريب هيخلص يروح 8:30 بالدقيقه يكون عندي الصبح عشان ما حدش يزوق. لا ده زوق خلاص زوق في البيت بعد البلاغ ما نخلص. لكن ما ينفعش واحد الصبح يقول لي ما انا معايا فلان مش كده ما اقول بالمره لان انت في التقسيمه الصبح هتلاقي الاستاذ فلان والثلاثه فلان حاطه 4 في المعنى او 3 في المعنى علشان يردوا لي 30 نفر عشان نطلع كفايه. عايز تزوق وتروح محافظتك وترجع لي بعد انتهاء الشغل. تاني حاجه اكون انا خطوه للناس أتقولون الناس بالجدوى وتنسون أنفسهم. ما ينفعش ان انا اقول امنع موبايلات وانا موبايلي شغال. التعليمات اللي احنا هنقولها للناس انا اول واحد اكون ملتزم بيها علشان الناس تنفذها ما تقولش اشمعنى او ما تتضايقش مني. معايا؟ يبقى مثال هيضايق يبقى سد. طبعا الحمد لله اغلبهم محجبين الاسبوع العالي اوفر ممنوع. عايز تبقى اتصال حلو او جاز زياده تكون بعد الظهر لان واضح انه معايا. انا بقول كده اسمعيني كده بقول مفيش حد حط سكات بمناسبه المكياج. ايوه ما احنا ده يوم الثلاث ده يوم التزويق ده هو احنا مش عايزين نقول بمناسبه المكياج والتزويق انت عادي لما بتعمل عشان المهرجان والحفله يعمل لي ازاي لكن ما تجيليش في وسط المحاضره وداخله اصحابي المدرسين قدامي يتشغل بيجي ما يتشغلش بالنفس غير ما بنحاول الكلام ما يكونش عادي. بنحاول لو انا عندي اختصار حلوه وانا جميله بتذكر اوقات جميله لا على قد ما نقدر طبيعيين علشان نمرة واحد المحاضر الجيد ما يبقاش ملفت. معايا؟ مش عايزين نكون مبسوطين برضه بأي حاجة. ممكن يوم الحفلة بقى نكون هم اللي انتوا عايزين الحمد لله. السؤال كمان مهم يا جماعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الخطة الأولانية بتاعت احنا هنخلي خطتنا يومية ينفع؟ هنخلي خطتنا يومية يعني بكرة بالليل بعد ما احنا نخلص خلاص الحفلات خلاص الليلة كلها هنقعد عشان نقول هنشتغل ازاي بكرة. صح. اللي هيحصل ايه ان شاء الله اول يوم عندنا شبكات كويس. الناس هتكون كلمة وتمشي بداية الشبكات هنشرح بكذا اسلوب يعني هو موضوع واحد هو عارف لسه ما فيش حاجه هو خلي بالكم معايا هو موضوع واحد وهيتشرح بلهجات مختلفه. واضح؟ انا عايز الناس اللي انا برن عليها كلام تركز معايا. يعني مبدئيا هنبتدي نشرح الشبكات بصفه عامه. خلي بالكم احنا مقسومين نصين، نص شاطر جدا في الشبكات ونص شاطر جدا في التأثير. المجموعه اللي شاطره في الشبكات قوي هي اللي هتبتدي الاول. المجموعه اللي احسن اللي ممكن تكون شغاله فيه كويس بس احسن في حته معينه اللي هيحصل ايه؟ هو موضوع واحد اللي هنبتديه والنقط اللي انا هتكلم فيها
واحدة نفس الموضوع، والنقط اللي انا هتكلم فيها هخلص كلامي وهقول الغربية تقوم تشرح الكلام ده في الجملة. هيقوم اتنين الغربية، هيقوم سعيد هيشرح نفس الكلام نفس النقط واضح بالاسلوب، وهيقوم رضا يشرح نفس الكلام بالاسلوب، وبعدين هيقوم هشام هيشرح نفس الكلام بالاسلوب. في واحد رابع انا عايزاه تأهلية هيقوم يشرح بالاسلوب. يبقى انا هنا اهو بالنسبة للشبكات هتتشرح 5